في هذا البرد ما يلاقوا غير محاجب سخونين وحارين. جبته لكم اليوم طريقه مبسطه وسهله، وراح نعلمكم كيف ينجحوا معكم من اول تجربه وغير بالدقيق. في قصعه حطيت كيلو دقيق، لازم يكون نوعيه جيده، زدت عليه الملح ولميت العجينه بالماء، نعجنوها مليح واحد 5 دقائق حتى نتحصلوا العجينه تكون طريه شويه، نغطيوها ونخليوها تريح 10 دقائق. بعد ما تريح العجينه نعجنوها مليح ونبقاو في كل مره نزيدوا لها الماء. راح تدي منكم واحد ربع ساعه عجين، وباه نعرفوا بلي العجينه راهي مليحه ماهيش ناقصه ماء. اذا جبدنا العجينه وتقطعت بهذه الطريقه راهي معناتها ناقصه ماء، لازم نعاودوا نعجنوها ونزيدوا لها الماء باه نتاكدوا بلي وصلنا للقوام المطلوب، ونجبدوا شويه من العجينه، واذا ما تقطعتش بهذه الطريقه معناتها راهي مليحه. بعدها نلوزوها ونحطوها في بلاطو مدهون بالزيت، ونعاودوا ندهنوها بزيت من فوق باه ما تجيكم الشيحه، ونغطيوها ونخليوها تريح ساعه. ونروحوا نحضروا الحشو. في برما حطيت شويه زيت وشحمه غاويه والبصل والطماطم، وخليت بالفلفل حار وفلفل حلو والثوم والسناريه مرابيه، وللتوابل حطيت فلفل كحل والملح وحمار حلو، ونزيدوا مغرف صغيره طماطم مصبره، نخلطوها مليح ونحطوها طيب فوق طابونتي الجديده اللي جبتها من عند كوزينتكم، ونخليوها تتقلى مليح. ونروح نحكي لكم على هذه الطابونه اللي راح تعاونكم في الكوزينه وطيبوا ليها كلش. راح تلقاو فيها هذه الطابله الرزينه اللي تحلوا ليها اي حاجه، وفيها مام هاد لابلاك، وفيها شوايه، وزيد فيها ديزيتاجير، وتحطوا معكم والنار تاعها قويه راح تطيب لكم اي حاجه اللي ليه، والسعر تاعها بزاف مناسب وتوصيل مجاني لباب الدار. هذه الطابونه بزاف مليحه، لازم تكتبوها، راح تعاونكم بزاف في الكوزينه. بعد ما طاب الحشو نرحيوها غير شويه ونخليوها يبرد بجيه. بعد ما ارتاحت العجينه مليح ندهنوا الطابله بشويه زيت ونبداو نحلو فيها، نحلوها من كامل الاطراف. وشوفوا لي كيفاه تجيكم بزاف مليحه وما تتقطع معكم ما والو. نحلوها بهذه الطريقه ونطبقوا على زوج ونحطوا فيها الحشو، ما تكثرش بزاف ما تقطعش معكم، ونعاودوا نقفلوها مليح وندهنوا لابلاك بشويه زيت، ونطيبوا المحاجب على الجهتين حتى يتحمروا ويتنفخوا معكم، وهكا يكونوا وجدوا. قدموهم وبصحتكم.